اسمع كيتزادوا برزقهم وكيستهزئوا بهذه القضيه ديال كيتزادوا برزقهم. كيفاش انت تجي عند فقير وتقول له ما تولدش الاولاد؟ هذا الخطاب هذا راه غلط. تقول الله راه الله اللي كيرزق، راه الله اللي كيرزق بغيتو ولا كرهتو. انا عارف بلي الملحدين كيبغيو يشككوا في هذا الشيء ولكن راه ما فاهمين والو في الحياه. راه خص الفقراء حتى هما يولدوا ولادهم. واش بغيتينا نوليو بحال دول الخليج؟ قطر والامارات ما كاينش عندهم الفقراء. واو نو 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 نو. ملي انت فقير علاش كتبقى تولد هذا الخطاب هذا هو اللي منتشر دابا وتيقولوا شي في مواقع التواصل الاجتماعي وكيجيو شي وحدين كيستهزئوا بهذيك الكلمه راه كيتزادوا برزقهم كيقولوها استهزاء وهذا استهزاء بالدين لان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوه المتين. ربي سبحانه وتعالى هو اللي يرزقهم وربي سبحانه وتعالى مادام ان خلق المخلوقات خلق برزقها المخلوقات كاملين خلقهم برزقهم حتى النمله. الا بغيتوا مثلا هذه النظريه ديال ان يعني ما هاد الفقراء ما يولدوش وشكون اللي يخدم مع الاغنياء؟ واش انسان كيتزاد برزقه؟ واش مثلا انا فقير معدوم ما عنديش، واش مسموح ليا نولد 10 ولا 20 تحت ذريعه ان هاد الولاد راه غيتزادوا برزقهم؟ مثلا انا ما عنديش، كارها بيت في السطح وتزوجت بواحد المراه ولاده، واش من حقي نولد 20؟ واللي سولني قال لي انت ما عندكش وفقير علاش والد 20؟ نقول لي راه كيتزادوا برزقهم. واش ممكن؟ علاش الناس مثلا كتقرر تولد جوج ولا ثلاثه وتحبس؟ علاش الانسان دابا ما بقى حتى في الباديه كنا كنشوفوا قديم ان الناس كانت كتولد بزاف، ودابا ما بقاش كتولد بزاف، ولا في الناس في الباديه كيولدوا ثلاثه الى قوه اربعه، كيولد ثلاثه وكيخلي واحد احتمال الخطا مرة تحمل بالغلط ولا شي حاجه تزاد شي واحد. علاش الدري كان كيتزاد برزقو؟ غنرجعوا للقديم مثلا فاش كان الراجل مثلا جدي وجدك ولا بواد جدي، الناس ديال الباديه هادشي راه عنده علاقه حتى بداكشي اللي حنا المشكل ديال الكسيبه وديال الغلاء العيد، راه بزاف ديال الامور اللي هي مرتبطه. دابا الا رجعنا لجدك مثلا ولا بواد جدك، الا سولتيه غتلقاه غيقول لك التوالد والد 18 كان مجوج بجوج عيالات ولا ثلاثه. والد 18 في واحد الفتره كان ليكوش ماشي ضروري، ماشي ما كانش، كان الحليب ما كاينش، كان بزاف ديال الملتزمات الويفي الماء والكهرباء داكشي كله ما كانش، الثلاجه ما كايناش في الدار، كانت المعيشه كتقتصر على الخضره اللي كيجيبوها الناس من الجرادي. انا عندي فلفله كنمشي نجيب من عند الاخر مطيشه وكنعطيه فلفل، هذاك تبادل البضائع، راه هادشي اللي كاين في البوادي. كنجيب القرعه من عند فلان وكيدي من عندي اللفت، كنجيب كيشريو غير ديك الحوايج اللي هما ما كاينينش في الجرده تما، بحال الحوايج اللي هما غابرين، بطاطا مثلا مزارع حتى حد راه غنشريها من السوق الى اخره. الديسير كان قليل الناس اللي كتشري، وكنهضر للناس بسطاء فقراء اللي هما على قد الحال. كيتزوج جوج عيالات، واش غيغلبوه جوج عيالات راجل فقير؟ لا ما غيغلبوش. غيولد عشرات الناس ولا 12 واش غيغلبوه؟ لا ما غاديش يغلبوه. غتقول لي علاش ما غاديش يغلبوه ودابا ولاو كيغلبوه؟ لان في ذاك الوقت كان كيتزوج جوج عيالات، دوك جوج عيالات كانوا منتجات ماشي مستهلكات، لان فاش كتزوج جوج عيالات دوك جوج عيالات راه كيمشيو يحطبوا، كيطيبوا الخبز في الفران على برا، كيعاونوا في الكسيبه، كيحلبوا، ما كاينش ماكينه الصابون، كيصبنوا، كيديروا بزاف ديال الواجبات، كيقابلوا مع الكسيبه، وكاين اللي كيمشيو يخدموا في الاراضي الفلاحيه الى اخره. دوك هذوك النساء كانوا منتجات ماشي فقط مستهلكات. الا درتي واحد المقارنه مع النساء ديال الباديه حاليا، قليل بعض البوادي اللي باقي فيهم هادشي، لان حتى النساء في الباديه كنهضر على الجينيراسيون الجديده حتى هما ولات غير بحال المدينه، عندها الثلاجه والتلفازه وكتضلها الدار وصافي، زعما ما كاينش شي خدمه تيديروها. هذاك الوقت لا، المراه كانت كتساهم ماديا في الاسره بطريقه غير مباشره، ما نقولوش راه موظفه كتخدم كذا، ولكن عندها واحد الخدمه كديرها اللي كانت فيها منتجه. بالنسبه للراجل ما كانش غنقولوا صافي غير جالسه وكتستهلك، لا كتساهم. كيولد عشرة الناس واش غيغلبوه؟ لا. علاش؟ لان ذاك الوقت ما كانش المدرسه اجباريه، ما كانش الدري غادي ندخلوه الروض وندخلوه الابتدائي 6 سنين وندخلوه الاعدادي 3 سنين وندخلوه الثانوي التاهيلي 3 سنين ويشد الباك على 18 عام، ومن يتزاد ها الحليب ها ليكوش ها الطبيب ها كذا ها الكتوبه ها الكسوه الى اخره، وانت مقاتل معاه وغادي تيوصل الباك ويشد الباك خاصو يضرب 3 سنين تاع الاجازه وعامين الماستر وعامين الشوماج، وتشوف واش يخدم ولا ما يخدم، ولا لقى خدمه يخدم بالسميك ولا شوف.
الحياه ولات صعيبه، ودوك الاطفال اللي كانوا في واحد الوقت منتجين ولاو دابا مجرد مستهلكين. الراجل كان كيولد 10، الدري كيوصل 8 سنين كيولي منتج ماشي مستهلك. اولا هو كيتولد كيرضع حليب مو، ما كيشريش الحليب. ثانيا ما كاين لا ليكوش لا والو على الخروق. ثالثا الكسوه من العيد للعيد كيشري عليها من القديم. ثالثا كياكل داكشي اللي كياكلو في الدار. يعني ما كاينش مستلزم التطبيب، ما كانش الدري كل ساعه غادي يبيع الطيب ديالها. 10 سنين كيولي يستريح القلم، يستريح البهايم، كيولي ينكس، كيولي يتسخر، كيولي يسقي الماء، كيولي يعاون في اي حاجات وفي الفلاحه وفي الكسيبه. صافي دير ان الدري عنده 10 سنين كيولي بالنسبه لبوه منتج كيعاونو. كان واحد المثل قديم تيقول لك اللي فاتك بالبلاد فوتو بالولاد. يعني الولاد راه كانوا منتجين. انا عندي 10 ولاد في الدار ولا 12 ولد، ما غيغلبونيش. علاش؟ لانهم كلهم منتجين، كلهم خدامين. الا كان غيقري شي واحد كيقري واحد، الا كان شي واحد زعما كيشوف داك القافز اللي كيبان ليه باغي يقرا ودماغه محلول، اما كيخليه يقرا في الجامع باش يحفظ 60 حزب الى اخره، او كيدخلو المدرسه ولا بان ليه كيتماطل في المدرسه ما باغيش يقرا، كيقول لي خدم ولا جي قابل بهيمكم من الاخر. دابا المراه والولاد ولاو مستهلكين، والعيب الكبير ولا كيهزوا الراجل. مقارنه مع شحال هادي الراجل كان بحال شي واحد عنده شي مقاوله صغيره كيسيرها، ما كيخدمش بزاف، هو كيعطي غير الاوامر لولادو. سير انت دير هادي، سير انت قابله الفلاحه، سير انت جيب الكسيبه، سير انت دير هادي. العيالات هما راه خدامين في الدار وراهم كيحصدوا راهم هادي. دابا لا، المراه راه ولات عندها الثلاجه، ماكين الصابون، عندها التلفازه في الدار، عندها كلشي في الدار، الويفي، ما بقاتش كتخرج، عندها الغاز في الدار ولات كطيب في الفران ديال الغاز ولا الفران ديال الضوء. خاصها مستلزمات خاصه ليها هي. المراه ما بقاتش منتجه، ما بقاتش كتعاون الراجل. الاولاد كذلك ما بقاوش منتجين. دوك الراجل دابا الناس في الباديه باش يدير الكسيبه مثلا ولا محتاج الخدام يخلصهم باش يقدر يدير الكسيبه. لان باغ كونطخ شحال هذا كان ما محتاجش خدام، كان يولد الاولاد والولاد كيطلعوا بطريقه مجانيه. احنا ما كنقولوش ان هاد طريقه العيش اللي كانت قديما هي زعما الافضل وخاصها تبقى الى اخره. الحياه حنا كنشرحوا لك غير تطور السياره ديال الحياه كيفاش كتطور. كل حاجه عندها سلبيات وعندها ايجابيات. دابا حنا اطفال اللي ولينا كنفرضوا عليهم خاصهم يقراو في الابتدائي، التعليم الاساسي اللي هو من الابتدائي والاعدادي الى اغلبيه كيمشيو حتى للتاهيلي، وكاين اللي كيمشي يدير شي تكوين، وكاين اللي كيمشي يدير شي حرفه الى اخره. هذا الشيء نقص لينا من اليد العامله بزاف في ميدان القطاع ديال الفلاحه والكسيبه. انسان في الباديه ولادو تيقراو، كيفاش بغيتي يستثمر في الكسيبه؟ عنده والد جوج ولا ثلاثه غالبينو، وشكون اللي غيقابل لي ديك الكسيبه ولادو كيمشيو للمدرسه؟ خاصو يشد الخدام، وخصو الخدام غيتقام غالي، خاصو الفلوس، خاصو هادي وداك الشيء. والخدام لا لقيتيه يعني ولات مصاريف كثيره، ولات الناس ما قادراش تستثمر، ما قادراش تولد بزاف باش انها تستثمر. هذا الشيء اثر لينا دابا حتى على المحصول من غير جفاف. وداك الشيء ان دابا كتي في العروبيه في كل دار كتلقى البهيم وكتلقى الغنم. دابا نادرا كتلقى شي دار فيها البهيم وفيها الغنم، ولا لقيتي كتلقى بقره وحده. والغنم ما كاينش اللي يستريحهم لكم، والبهيم في الخلا ما كاينش السارح. اللي ديك الساعه كانوا الولاد بزاف كيمشيو يستريحوا. دابا خاص كلشي على الالف، والالف ولا غالي. دونك كاين بزاف ديال الامور. والولاد دابا ولاو طرف، الولاد ما بقاوش منتجين. وليتي الا غادي تقرر تولدهم خاصك تكون قاد بهم، قاد بالمسؤوليه ديالهم، ديال التطبيب والتعليم والكسوه والى اخره. وخاصك تولد داك الشيء قد داك الشيء اللي قاد تصرف عليه وقاد تقريه وتخرج منه مواطن صالح. في حين باقيين في بعض البلايص اللي كنلقاو الناس كيولدوا بطريقه عشوائيه. وكاين موضوع اخر غنرجعوا ليه، كاين ناس دابا اللي توجهوا لا انجابيه كقرار فردي. لانه كيشوف دابا رجعنا للقديم ثاني، غنرجعوا ثاني، ما كانش التغطيه الصحيه، ما كانش. دابا دوك الاولاد كيعاونوا باهم وهما في الحياه. وفاش الاب والابوين فاش تيكبروا راه دوك الابناء تيكونوا هما لا غوطخات ديالهم، هما اللي الروطرات ديالهم اللي كيتكلفوا بهم فاش كيكبروا ولا مرضوا ولا غيقابلهم. هما دار العجزه ديالهم، وهما التغطيه الصحيه ديالهم، وهما اللي كيرعاو دوك.
دابا كتلقى مثلا موظف عنده التغطيه الصحيه، عنده الغوتخات ديالو، عنده كلشي، غيولد دوك الوليدات غيقرر غيكبروا، ولكن كيفاش هو غيكبر ما يبقاش محتاج ليهم ماديا مثلا. هو عنده التغطيه الصحيه ديالو، عنده الغوتخات ديالو باش مثلا يصرف على راسو، باش كذا يخلص الكرا ويعيش الى اخره، مابقاش محتاج لدوك الاولاد ماديا. يعني دوك الاختيار الانجاب ولا هو طرف الانسان خاصو يختار ينجب لسبب واحد، هو داك البوزوا ديال الانجاب، ماشي انه دوك الولاد راهم غيعول عليهم ماديا لا في داك الفتره ولا من بعد زعما من يكبروا ولا الى اخره. دونك حنا طريقه التفكير طريقه العيش تبدلات مع الوقت. في اوروبا مثلا وفي بلايص اخرين دابا راه ديجا بداو تيلقاو هذا المشكل ديال اليد العامله، لانك فاش كتقرر كلشي تقريه وكلشي باغي يشد مركز عالي وكذا، دوك الحرف ولا دوك المهن الثانويه ما كتلقاش تلقى اللي يخدم لك فيهم، شكون اللي غيجمع لك الزبال، شكون اللي غيدير لك بزاف الامور ديال الحرف ديال البني الطابلومي، داكشي هادشي علاش كتلقاهم تيستقطبوا اليد العامله من دول العالم الثالث، لانهم عندهم حرف ومهن ثانويه اللي المواطنين ديالهم مابقاوش ما كاينينش اللي غيخدموا لهم دوك الخدم. دائما كتلقى المهاجرين اللي جايين من افريقيا وداك الشيء هما اللي تيخدموا دوك المهن ديال الفلاحه وفي الكسيبه وفي زيد عليها هما طوروا الميدان الكسيبه والفلاحه، طوروا التكنولوجيا ولاو كيحاولوا ينقصوا من اليد العامله بزاف في ذاك القطاع باش يغطيو السوق من حيث البوزوان ديال الخضار والفواكه واللحوم الى اخره، وكيستوردوا بطبيعه الحال من الدول. حنا باقي عندنا هذا المشكل دابا، حنا دابا الخدام دابا حاليا ما كاينش، قطاع الفلاحه عندنا باقي ما مجهز الا بعض الفيرمات اللي في بعض اصحاب الشكاره اللي مستثمرين في هذا القطاع بالتكنولوجيا، ولكن الاغلبيه الفلاحه مثلا في دكاله فلاحه تقريبا باقا كلها كتعتمد على اليد البشريه. مثلا ما كاينش دوك الالات مثلا اللي غيقلعوا لك خيزو ويلافت، كاع الالات اللي غيقلعوا لك بطاطا، كلشي هادشي باقي كيدار يدويا لا في الزريع ولا في القليع ولا الى اخره. وهذا الشيء هو ثاني اللي معرقل ومخلي ثاني الخضار والشيء كله غادي تيغلب مع الوقت. دوك هادشي كله مرتبط ببعضياته، الموضوع طويل ما غاديش نكثروا فيه.